أكلة النهاردة هي أكلة مزاج كده، أكلة كده جميلة جدًا وهي الطرب، كلنا بنحب الطرب جدًا لمّا بنروح المطاعم بنطلبه، النهاردة هنعمله في البيت وكمان من غير ما يفُك، هنعمله بطريقة جميلة جدًا وطعمه رهيب. أول حاجة هنا هنعمل خلطة الكفتة اللي إحنا هنحشيها جوه الطرب، معايا هنا حوالي بصلتين كبار، وكمان معايا كام ورقة من الكزبرة، ممكن نستخدم الخضرة أو مثلًا بقدونس أي حاجة مكانها، وكمان معايا حوالي نُص كيلو لحمة مفرومة. وكمان معايا هنا البهارات بتاعتنا نص معلقة صغيرة من البابريكا والفلفل الأسود والكزبرة واللحمة، بهارات اللحمة. وكمان معايا كيس كبير من البيكنج باودر، ومعايا حوالي معلقة كبيرة من الثوم المفروم. طبعا لازم أفرم البصل كويس جدا وأنعمه في الكبة، فهجيب البصل وأقطعه وكمان هحط عليه ورق الكزبرة وابتدي أفرمه كويس جدا في الكبة، وأول ما يبتدي ينعم معايا هضيف باقي المكونات. هنا طبعا هضيف الدقيق والثوم وكمان البهارات وكمان كيس البيكنج باودر، وهضربهم تاني في الخلاط لحد ما يتخلطوا معايا كويس جدا لدرجة انهم يبقوا زي العجينة زي ما انتوا شايفين هنا. خلاص هبتدي طبعا اجيب نص كيلو اللحمة المفرومة، طبعا لو هو ربع هيكفي، انا بس كترت الكمية علشان هعمل كفتة وطرب، لكن منديل الطرب بيكون صغير بيكفيه حوالي ربع كيلو بس. طبعا انا هنا بعد ما ضربتهم كويس جدا في الكبة وبقوا زي العجينة هاخدهم وهضيفهم على اللحمة المفرومة، وكمان ممكن أضيف الملح في الأول أو في الآخر على حسب ما تكوني مثلا ظبطتي كده الخلطة وعجنتيها كويس جدا. طبعا هنا بعد ما اتعجنت معايا كويس جدا خلاص هي كده جاهزة معايا. هروح أجيب منديل الطرب زي ما انتوا شايفين، هقطعه زي ما بقطع ورق الكرنب بالظبط نفس الحجم. طبعا لو في أي زيادة في منديل الطرب مثلا دهون هضيف، يعني مثلا مش حباها لأن هي كده مش هتستوي معايا بسرعة فأنا هشيلها. طبعا مش هرميها، أنا طبعا بسليها كده على النار وبتبقى معايا زي السمنة. هنا طبعا خلاص أنا بعد ما قطعت منديل الطرب هجيبه هفرده زي ما انتوا شايفين. هجيب الكفتة بعد ما نعمتها طبعا بتكون أنعم من الكفتة التانية. هنا بعد ما نعمتها كويس جدا هبتدي أجيبها وأكورها. طبعا طريقة اللف على حسب ما ترتاحي فيها، أنا هنا برتاح جدا في إن أنا أعمل الطرب مدور. هجيبه كده وألفه زي ما يكون بلف ورق العنب وأدوره كويس جدا وأقفله من كل النواحي علشان ما يفكش مني خالص. طبعا التقفيل مهم جدا لأن أنا أول ما أضيفه على النار أو مثلا على الشواية فهيبتدي طبعا منديل الطرب كده يكش مني وبتبتدي الكفتة تطلع من بره، فأنا هنا هقفله كويس جدا زي ما يكون بقفل ورق الكرنب لكن بطريقة مدورة، وبكده مستحيل يفك مني أبدا. طبعا أنا هنا سبته في التلاجة علشان يتجانس ويتماسك كويس، سبته حوالي ساعتين في التلاجة، ممكن تسووه على طول لكن أنا حبيت أسيبه علشان خاطر يمسك نفسه شوية. طبعا أنا هنا مش هعمله على أسياخ الشواية أو على الشواية، أنا هنا هعمله في طاسة عادية، فهجيب الأعواد بتاعة الشيش طاووق وهبتدي كده أدخله زي ما انتوا شايفين كور كور كده على بعضها، وهكون مسخنة طاسة على النار. هبتدي طبعا أضيف الأسياخ بتاعتي، طبعا طريقة جميلة جدا وسهلة. هنا طبعا الطاسة لازم تكون سخنة علشان تدي صدمة للطرب ويبتدي كده يتماسك مع نفسه. يعني ما خدش معايا حوالي كده 10 دقايق كده على الوشين استوى معايا وبقى تحفة. استوى بسرعة جدا، ممكن تجيبي فحماية وتطفيها عليه، ممكن تاكليه كده. انا بصراحة ريحته كانت جميلة جدا، طبعا منديل الطرب علشان ضاني فريحته كانت تحفة. زي ما انتوا شايفين هنا ابتدت كل الدهون تنزل
أنا طبعا وطيت النار شوية علشان خاطر الدهون دي تتسلي أكتر وتنزل أكتر، وبكده هو استوى معايا. ريحته تحفة رهيبة جدا. أنا عجبتني جدا الطريقة، وكمان التكوير بتاع الطرب جميلة وتحفة خالص. طبعا الأكلة دي ممكن تجهزي جنبها شوية سلطة وشوية طحينة مثلا، شوية رز أو مثلا حتى مكرونة محمرة، هتبقى وجبة جميلة جدا. أتمنى إن انتوا تجربوها بنفس الطريقة وتعملوا منديل الطرب أو الطرب بطريقة مكورة كده شكلها جميل جدا. أنا شفت الطريقة دي في مطعم وعجبتني جدا، فأنا عملتها في البيت ونجحت معايا. وهنا هناخد واحدة كده ونشوفها استوت ولا لأ من جوه. تحفة جميلة جدا، وريحتها أجمل، وكمان مفكتش مني خالص. أتمنى إن انتوا تجربوا الطرب بنفس طريقتي.